اول حاجه غادي نبدا بها هنا هي عندي بيضه بطرش حاره المطبخ، كنهرسها في واحد لو بول، كنضيف لها واحد القبصه من الملح، وغادي نضيف سكر فانيلا، ساشي واحد من سكر فانيلا. ممكن انكم تستعملوا سكر من نكهة زهرة البرتقال اولا سكر اولا الفانيلا السائلة، استعملوا يعني اللي متوفر عندكم. عندي هنا 4 ملاعق من سكر سنيدة، وغادي نخلط مزيان البيض مع السكر حتى كيذوب مزيان داك السكر مع البيض بهذه الطريقة هذه. غادي نضيف 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت النباتية، وغادي نعاود نخلط مزيان. انا كنسرع باش ما نطولش عليكم. وغادي نضيف كأس من الحليب، ما يعادل 150 مليلتر، انا خديت كأس كبير ديال الحليب. وغادي نبدا نعبر الطحين بكأس ديال الشاي، غادي نبدا بكأس الاول وغادي نخلط، ثم غادي نضيف الكأس الثاني. وتقريبا هذا الخليط خدا معايا كأسين من الدقيق او كأسين من الفرص، وغادي نخلط مزيان حتى كتحصل على هذا القوام هذا. غادي نضيف اخيرا الخميرة الكيماوية، هنا عندي خميرة كيماوية من فئة 8 غرام، وغادي نعاود نخلط كلشي مزيان. هنا غادي ناخد قوالب اللي كيدخلوا الفران، هادو القوالب ديال الميني كيك، كنكون دهنتهم بالزيت مسبقا اولا بالزبده، لكم الاختيار سواء بالزيت اولا بالزبده، يعني ما كاين حتى شي مشكل. ممكن انكم حتى ترشوهم بالدقيق، انا ما رشيتهمش بالدقيق وما كيتلصقوش. غادي نحاول انني نعمر كل وحده ملعقتان، مقدار ملعقتان كبيرتان من خليط الكيك او خليط الكاطو ديالنا بهذا الشكل هذا. كندير 2 معالق، انا كنحاول انني نسرع باش منطولش عليكم مره اخرى، باش غادي نعمرهم كاملين وكيكون نفس المقدار، يعني نفس المقدار ديال الكيك. هنا غادي نزين بالتفاح، هنا التفاح غسلته وقشرته وقطعته مربع، عفوا قطعته بشكل طولي بهذه الطريقه هذه، وكنستفو فوق الكيك بهذا الشكل هذا. يعني هاد الميني كيك كيجيو رائعين، كنصحكم انكم تجربوهم. كنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل التفاح اللي عندي، وكنكمل لي كيك لي ميني كيك اللي عندي بهذا الشكل هذا. كما ذكر وسبقت من قبل، سبقت وذكرت من قبل عفوا بان سكر زهرة البرتقال كيتواتى مع التفاح، فانا ما كانش متوفر عندي، استعملت غير سكر فانيلا. ممكن انكم تستعملوه الا بغيتو، انه كيجي زوين مع التفاح بهذه الطريقه هذه. انا الفرن كنكون مسخناها على درجه حراره 180، كنطيبهم من التحت ومن الفوق مره واحده مده 35 دقيقه، يعني ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. انا بالنسبه للتزيين ففكرت اني نزين بال... بال... بالكاوكاو مهرمش او لا حتى باللوز كونكاسي. انا استعملت اللوز كونكاسي اللي ديجا محمر، وكان نزين بهذه الطريقة هذه. يعني كندير هذاك اللوز غير في الجناب. ممكن انكم تستعملوا حتى اللوز ايفيلي او لا كاوكاو ايفيلي الا بغيتو، يعني لكم الاختيار، ماشي بالضروري انكم ديروا بحالي. ممكن انكم حتى تستغناو عليهم، يعني تكتفوا غير بقطع ديال التفاح بهذا الشكل هذا. فهنا اللوز كيتواتى حتى هو مع التفاح، حتى الكاوكاو حتى هو كيتواتى مع التفاح، يعني استعملوا اللي عندكم، ماشي بالضرورة ديروا بحالي. صافي غادي ندخلهم يطيبوا على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة، وغادي نخرجوهم كيجيو في هذا الشكل هذا. كنتمنى انه هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تجربوه. فخليوا لي لايك ومتابعة، ونتلاقاو في فيديو جديد بإذن الله.